اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدق عن كتابة متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. المستوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معدلة وهو المشبك رحم باليتيم والأرملة. وله على سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشيط به تعدت الركوع والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجمل بوصف الحبيب وشأنه ولا الغلا في مده ومكانه. أو صبعة قد تعلمت وأخذت على نجم السهى بعنانه. وقد صدق النبي في تدبين ما فده العلم وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوات الله